أهلا. في الحلقة دي قررت أكلمكم عن موضوع شاغل بالي شويتين. الحقيقة إن آخر 3 سنين بحس إن أنا تجرعت كؤوس المرارة كأسا تلو الآخر. يعني الموضوع ابتدى إنه من وقت الكوفيد كان في عزلة، قعدت أشتغل من البيت لفترة طويلة، إيقاع حياتي اللي أنا الحقيقة كنت بحبه وكان بيبسطني بقى شبه مستحيل إن أنا ألتزم بيه. وبعديها دخلنا في ظروف عائلية صعبة مفيش مجال قوي اني اتكلم عنها، بس هي استمرت لفترة طويلة نسبيا. دخلت 2021 كده اواخرها خدت سلسلة من القرارات الخاطئة اللي يعني تعبتني انا شخصيا جدا، وتسببت لي في حالة من الكآبة قعدت فترة طويلة نسبيا. قعدت 6 شهور كل يوم بعيط. قفلنا أبواب الكآبة والحمد لله تفائلت وأشرقت الشمس وقلت ها بقى اللي جاي بتاعي إن شاء الله. فحصلت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أو بقى غزو روسيا لأوكرانيا وما نتج عنه من آثار. طبعا العملة المصرية انهارت يعني، بس بقى فيه هوجة كده من الرفض الجماعي layoffs في صناعة التقنية زي ما بيسموها. فكل ما استفقد حد يطلع يا بيترفد يا هيترفد يا كان هيترفد، وده مش في مصر، ده في العالم كله يعني. فالجو العام في حالة كده من الكآبة. فده خلاني أتساءل، هل دي السنين الأسوأ في عمر هذا الكوكب الأزرق الجميل؟ يعني هل من سوء حظي إن أنا موجودة في هذا الزمن وهذا العصر؟ الحقيقة إنه لأ. فقررت إني أعمل سيرش إن أشوف ما هي السنوات الأسوأ على تاريخ وجودنا الإنساني على هذا الكوكب الأزرق الجميل. إيه هي السنوات اللي من حسن حظنا ان احنا الحمد لله ما عشناش فيها؟ والحلقة دي هي من باب العبرة والعظة، وان احنا نحمد ربنا على ما ابتلينا بيه والحمد لله وقدر ولطف. في الجزء الثاني من الحلقة هنتكلم عن كتاب ليه علاقة بموضوع الحلقة الكئيب الحقيقة، وهو كتاب الدكتور محمد أبو الغار، الوباء الذي قتل 180 ألف مصري. في الجزء الأخير هنتكلم عن فيلم فوي 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 اللي حاليا بيتعرض في دور السينما في مصر. وكفاية كلام كتير لحد كده، ويلا بينا نبتدي. وانا عملت كاونت داون باكتر 7 سنوات يمكن يقال انها السنوات الاسوأ في تاريخ وجودنا الانساني. انا رتبتهم من 7 لواحد. واحد هو اكتر سنة في اجماع عليها. ال6 سنوات اللي قبليها مش معناها ان هم اقل وحشية الحقيقة، بس معناها انه انا حسيت ان الترتيب ده واقعي بالنسبة لي اكتر على الاقل. 7. رقم 7 هتكلم عنها بإيجاز شديد. في 1492 كولومبوس اكتشف الأمريكتين. وصحيح إنه الأمريكان يعني بيحتفلوا بثانكس جيفينج وفي كولومبوس داي وغيرها من الأعياد اللي بتحتفل باكتشاف هذا الجزء من العالم، ولكن بالنسبة للسكان الأصليين دي كانت مصيبة، ومش أي مصيبة، مصيبة سودة. السكان الأصليين الأمريكتين مش بس تعرضوا للعنصرية، التقليل منهم، وصفهم بالهمجية، إجراء اختبارات عليهم زي ما هنفهم قدام، ولكن هم تعرضوا لحملة إبادة مش بس عسكرية، ولكن حملة إبادة بالأمراض. لأن سكان الأمريكتين فضلوا في حالة عزلة عن بقية ما كان يطلق عليه العالم القديم، هي آسيا وإفريقيا وأوروبا، لعشرات الآلاف من السنين لأسباب مش هنتكلم كتير عنها. بس ده أدى إن هما ما عندهمش مناعة من بعض الأمراض اللي إحنا كنا عارفينها. يعني على سبيل المثال، وزي ما هنشوف قدام، الطاعون. هما ما كانش عندهم أي مناعة من الطاعون، ما كانش عندهم مناعة من الجدري، وما كانش عندهم مناعة حتى من الإنفلونزا. بين الإجرام الحقيقة اللي عملوا الغزاة الأوروبيين إن هما عملوا اختبارات عليهم، فنقلوا لهم عمدا مرض زي الزهري. الزهري ما كانش بيموت إلا فيما يندر يعني في أوروبا في الوقت ده، بس هو أباد السكان الأصليين. يقدر إنه من بين 112 مليون شخص كانوا عايشين في الأمريكتين وقت قدوم كولومبوس، يقدر إنه 100 مليون منهم ماتوا بالفعل، وفضل أقل من 12 مليون من سكان الأصليين للأمريكتين. ولحد دلوقتي الأثر اللي حصل لهم ده مدمر. يعني هم من أعلى نسب الانتحار في المجتمعات بتاعتهم، وكمان من أعلى نسب الإدمان مع الأسف الشديد. 6. ومعانا في المركز السادس الموت الأسود. القصة بتبتدي إنه في أكتوبر 1347 في 12 سفينة وصلوا ميناء مسنة في صقلية. السفن ال 12 كان أهالي صقلية الحقيقة مستنيينها واستقبلوها بحفاوة بالغة، وتجمهروا حوالين السفن ال 12، ومن كتر الحفاوة صعدوا على متن السفن ال 12 علشان يفاجئوا بالمشهد التالي.
أغلب البحارة والركاب والعاملين في السفن 12 كانوا أموات بالفعل، واللي فضل منهم على قيد الحياة كان في حالة إعياء شديد، جسمهم كان مليان قرح فيها دمامل ودم، ووقتها كانت إجراءات الحجر الصحي بيعمل بيها يعني في حالة الاشتباه في وجود مرض. فما كان من السلطات في صقلية إلا أنهم قرروا إبعاد السفن 12، ولكن للأسف الوقت كان فات. الحادثة دي بينسب ليها إنها كانت بداية الموت الأسود أو الطاعون اللي ضرب أوروبا، شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وتسبب في وفاة من 75 مليون شخص ل 200 مليون شخص في بعض التقديرات. فبنتكلم في حوالي 30% من سكان العالم في الوقت ده. خليكم فاكرين قصة السفن 12 دي علشان هنرجع لها قدام ونفسر أسباب حفاوة سكان صقلية بسفن 12 دول. أعراض الطاعون نفسها ما كانتش بتختلف في بداية عن أعراض الحمى العادية، يعني حمى، ارتفاع في درجة الحرارة، سعال، ضيق في التنفس، صداع. بس مع الوقت المرض كان بيتطور بشكل مرعب. الناس كانت بتوصل لمرحلة انهم بيرجعوا مش عارفين يتنفسوا خالص، وفي مراحل متقدمة اكتر كان جسم المريض او الضحية بيبقى متورم، بيبقى فيه قرح لونها اسود وعليها صديد، وعلشان كده اتسمى بالموت الأسود. وفي خلال فترة قصيرة جدا الطاعون انتشر في كل حوض البحر المتوسط، راح من صقلية وبسبب ذعر الأهالي من المرض اتنقلوا لإيطاليا، وده أدى لانتشار المرض في كل أنحاء إيطاليا. برضو المرض وصل ليون في فرنسا، وصل إنجلترا، وصل شمال أفريقيا ميناء تونس، بس كمان وصل اسكندرية ودمياط. المؤرخين بيشيروا إنه المرض أول ما وصل اسكندرية كان بيتسبب في وفاة حوالي 200 شخص في اليوم، وده كان رقم كبير بالنسبة لتعداد السكان وقتها. لما وصل دمياط أدى إنه ما بقاش فيه قدرة لا على الزراعة ولا على الصيد، وبالتالي حصل كساد اقتصادي. المرض لما ضرب الدلتا كان عنيف جدا، إلى الحد إنه المحاكم الشرعية اتقفلت لأنه الناس كانت بتموت والجثث كانت مرمية في الشوارع. الطاعون وصل القاهرة في أوائل 1348. وقتها القاهرة بضواحيها كان تعداد سكانها حوالي 500 ألف نسمة. في بداية وجود المرض في القاهرة كان بيموت حوالي 700 شخص في اليوم الواحد، لكن مع الوقت أعداد الوفيات بقت بتقترب من 7000 شخص في اليوم الواحد، إلى الحد إن الناس كانت بتدفن في خنادق جماعية، يعني حاجة زي المقابر الجماعية كده. وفي بعض الأيام أعداد الوفيات كانت بتوصل ل24 ألف في اليوم الواحد. في نهاية الطاعون كان مات حوالي 200 ألف شخص من 500 ألف شخص عايشين في القاهرة، رقم مرعب. وطبعا وجود النوع ده من الأوبئة معناه انه مفيش تجارة، مفيش انتقال، مفيش زراعة، فانهيار اقتصادي وجوع زيادة كمان على المرض. بداية انتشار بقى المرض ازاي؟ هحكي لكم قصة السفن 12. في 1346، يعني حوالي سنة قبل بداية ظهور الطاعون، كان في تجار من جمهورية جنوة في إيطاليا. وقتها إيطاليا كان فيها يعني جمهوريات مستقلة منهم جنوة، حصل بينهم وبين تجار مغول خلاف، فده أدى لهروب تجار جنوة دول بالبحر علشان يهربوا من المغول. وصلوا وقتها مدينة أو ميناء اسمه كفا، ده على البحر الأسود. وعلى فكرة ميناء كفا ده حاليا يقع ضمن شبه جزيرة القرم اللي هي متنازع عليها بين روسيا وأوكرانيا، اللي بيحب يتابع الأخبار يعني. ما كان من المغول وقتها إلا أنهم راحوا عشان يحاصروا ميناء ومدينة كفا بالسكان وبالتجار الإيطاليين. الحصار ده استمر حوالي سنة. في البداية كان في مناوشات بين كلا الطرفين، ولكن مع الوقت بدأ يظهر أعراض الطاعون على بعض المهاجمين المغول. أنا نسيت كمان أقول لكم إنه الحصار ده كان بقيادة خان كان اسمه جانج باج، وهو خان للقبيلة الذهبية، هي قبيلة مغولية الحقيقة. بعد بداية ظهور أعراض الطاعون قرر المغول إن هم يعملوا حركة صايعة جدا، عملوا أول سلاح بيولوجي منه فيه. قرروا إن هم يمسكوا جثث موتاهم اللي مرضى بالطاعون كما هو كان واضح، ويقذفوا بيها على أسوار مدينة كفا، على أمل إنه توليفة الجوع والحصار والعطش والطاعون تقضي على المدينة وتخليهم يستسلموا. والحقيقة انه في كتير من المحاصرين جوه كفا اصابهم فعلا الطاعون.
بس بعد مناوشات كتير وقتل على كلا الطرفين قرر المغول ان هم يفكوا حصارهم عن مدينة كفا وانهم يسمحوا للتجار الايطاليين اللي من جنوة ان هم يمشوا من المدينة، وسمح بالتالي للسفن اللي كانت موجودة في ميناء كفا انها تسيب الميناء وتمشي لكل مكان في حوض البحر المتوسط وفي أنحاء العالم القديم. طيب ايه علاقة ده يا إسراء باللي احنا بنتكلم فيه انه الطاعون انتشر في أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط؟ اللي حصل انه كما يبدو في سفن راسية في ميناء كفا كانت موبوءة. فهمنا الحالي بيقول انه السفن كان فيها فئران، الفئران دي كان بيتغذى عليها براغيث اللي هي جمع برغوث، والبراغيث دي كانت حاملة لبكتيريا اليرسينا باستيس المسببة للطاعون. فلما الحصار عن مدينة كفا اتفك وسمح للسفن انها تروح في كل حتة، الوباء انتشر. الطاعون وصل وقتها في فترة قصيرة جدا مع وصول السفن اللي كانت موجودة في الميناء ده اللي في البحر الأسود، فوصلت في فترة قصيرة جدا قسطنطينية، صقلية، إيطاليا نفسها، فرنسا، شمال أفريقيا. الوضع كان مأساوي. احنا طبعا دلوقتي فاهمين ايه اللي حصل، بس اياميها ما كانش حد فاهم ازاي المرض اصلا بيتنقل. اصلا البكتيريا المسببة للطاعون اليرسينا باستيس تم اكتشافها في القرن ال19، اواخر القرن ال19، على يد العالم السويسري الفرنسي ألكسندر يخسن. ففهمنا لطبيعة المرض نفسه حديثة جدا. انا عايزة اقول كمان ان انا وانا بحضر الحلقة دي تفاجأت انه الطاعون لازال موجود. يعني لو دخلتوا على الموقع بتاع WHO منظمة الصحة العالمية هتلاقوا ذكر للطاعون، وهتلاقوا انه لازال ترصد حالات طاعون من 1000 ل 3000 حالة في السنة. بس دلوقتي في بروتوكول علاجي وفي دواء وفي لقاح يبدو، فالموضوع خاضع للسيطرة، وشراسة الطاعون نفسه خفت كتير عن الأول. والحقيقة وانا بحضر الفقرة دي يعني فكرت هل ده سبب في رعبي من الفئران؟ يعني انا اول مرة في حياتي شفت فيها فار كان عندي ثقة انه الفار ده هيموتني، رغم ان انا حجمي مثلا 200-300 ضعف حجم الفار. فهل علماء النفس اللي هم بتوع علم النفس التطوري عندهم تفسير للظاهرة دي؟ هل احنا وصل لنا، يعني بما انه ده شيء يتشترك فيه ناس كتير، هل وصل لنا تجربة أهلنا وأجدادنا بقى القدماء مع الطاعون؟ الفئران كانت جزء أساسي منه. هل ده وصل لنا الرعب ده؟ 5. ومعانا في المركز الخامس شعوب البحر ونهاية العصر البرونزي سنة 1200 قبل الميلاد. وشايفاكم وسمعاكم وحاسة بيكم يا اللي بتتسألوا احنا مالنا ومال قبل الميلاد والبرونز، ايه قصة البرونز دي؟ بس عايزة أقول لكم إن ده كان أشبه بالأبوكاليبس، نهاية العالم. حضارات قديمة وعظيمة في شرق البحر المتوسط كلها انهارت، من أول الميسينيين في اليونان القديمة، مرورا بالحيثيين في الأناضول اللي هي تركيا حاليا، وانتهاء بقبرص سنغافورة العالم القديم. بس حتى الحضارات في بلاد الشام زي أغاريت وكنعان انهاروا. الحضارات اللي ما اتهزمتش زي مصر الدولة فيها اتخلخلت وانهارت بعد حوالي 100 سنة من الحادثة دي. حضارات اللي ما تعرضتش للغزو زي الحضارة البابلية والحضارة الأشورية برضو انهاروا بعد انهيار جيرانهم. فشعوب البحر كان ليهم تأثير كبير. بس مين هم شعوب البحر؟ الحقيقة محدش يعرف. لما كنت بقرأ عنهم حسيت انه زي الفنكوش كده، كلنا عارفين انه في شعوب البحر، عارفين الأثر اللي هم سابوه في العالم القديم، بس ما نعرفش مين هم أصلا. في نظريات كتير حوالين أصولهم، ولكن المؤكد إن هم توليفة واتحاد حصل بين شعوب مختلفة من البحر المتوسط قررت غزو العالم. الدليل أو من الدلائل إن هم كانوا توليفة شعوب مش شعب واحد بتظهر في رسومات مدينة هابو اللي بتخلد انتصار رمسيس الثالث على شعوب البحر. الرسومات دي بتظهر المحاربين شكلهم مختلف عن بعض، يعني ولبسهم كمان مختلف عن بعض. في شوية منهم كانوا لابسين حاجات على راسهم فيها ريش، في البعض الآخر كان بيلبس خوذ فيها قرنين، في البعض الآخر برضو كان بيلبس طواقي جلد، في شوية منهم كانوا لابسين كيلتس، حاجة كده شبه الجيبة بتاعة الاسكتلنديين دلوقتي، في البعض منهم كان لابس حاجة زي التونيك، في البعض منهم كانوا بيحاربوا عاريين الصدور وحاسري الرؤوس، يعني مفيش حاجة على شعرهم ولا على صدرهم، shirtless. بس في البعض الآخر كان بيلبس
دروع بتغطي جسمه بالكامل، فهم قطعا ما كانوش شعب بعينه. ويبدو ان المصريين ما كانوش متأكدين بالظبط دول منين، يعني النقوش المصرية بتقول عنهم انهم من دول الشمال، وفي مقاطع تانية بتصفهم انهم دبروا مؤامراتهم في جزرهم البعيدة. حاليا الاعتقاد السائد ان اغلبهم جم من مناطق في البحر المتوسط، مناطق مختلفة زي سردينيا، صقلية، كريت، وبحر إيجا، ومناطق تانية. وفي كمان اعتقاد انهم تحالفوا مع قراصنة وتحالفوا مع بعض فلول الجيوش أو فلول الجنود اللي انضموا ليهم في الغزو بتاعهم. الغزو بتاعهم ما كانش غزو عسكري بس، لكن كان غزو زائد استيطان. الحملات اللي كان بتعملها شعوب البحر كانت بتتكون من جزئين أو من قسمين. في القسم الأول كان بيبقى غزو بحري من خلال السفن، ودي الحملة العسكرية. في قسم بقى تاني من غزوهم كان بيبقى جزء بري، كانوا بيجيبوا أهلهم، زوجاتهم، أطفالهم، كل ما يمتلكوه من متاع الدنيا على عربات تجرها الثيران. أسباب هجرتهم أو غزوهم كمان هنتكلم عنها قدام، ولكن المؤكد أن عمرهم ما كانوا يتخيلوا استمرار حملاتهم لعقود طويلة ونجاحها بالفعل في أنها تنهي كل الحضارات العظيمة اللي كانت موجودة في شرق البحر المتوسط وقتها. إيه قصة بقى معدن البرونز والعصر البرونزي؟ خلينا نقول انه العالم زمان خالص كان في العصر الحجري، كان يعني يا محلى عيشة الفلاح والبساطة. كانت الحياة بسيطة جدا، أدوات من الحجر بسيطة، مدن صغيرة يحكمها الكهنة، مفيش أبسط من كده. ولكن كان اكتشاف البرونز شيء ثوري جدا، أدى لتطور في طرق الزراعة، الأدوات المستخدمة، بقى في عصر تكنولوجي جديد، حاجة يعني لم يتخيلها الإنسان. تطور كمان طرق الزراعة بسبب تطور الأدوات أدى لوفرة في الطعام، وده أدى إنه بقى فيه مدن كبيرة، بقى فيه ممالك كبيرة، بقى فيه إمبراطوريات وجيوش نظامية وأديان نظامية كمان. وفي النهاية أدى ده لسباق تسلح، بس هنتكلم عن سباق التسلح قدام. البرونز ما هواش معدن بيستخرج مباشرة من الأرض. البرونز هو مكون من النحاس كوبر والقصدير تن. هو بيتعمل من 9 مكونات من النحاس ومكون 1 من القصدير. النحاس معدن منتشر أكتر، موجود له مناجم في كذا دولة في كذا مكان في البحر المتوسط، وإن كان أكبر المناجم وأكتر المناجم كان في سهولة لاستخراج المعدن ده منها كانت في قبرص، وعشان كده قبرص بقت سنغافورة العالم القديم. القصدير على الناحية التانية كان أشد ندرة، كان في منجم كبير في أفغانستان، ولكن كان خطر إن هم ينقلوا المعدن من أفغانستان لقبرص. وكان في منجم تاني برضو بعيد في بريطانيا، اللي ما كانتش يعني دولة ذات شأن أياميها، ولكن برضو كان بيتنقل القصدير من بريطانيا لقبرص. كان في مناجم أصغر في أسبانيا عند الحيثيين في الأناضول. فيبدو أنه غزو شعوب البحر للمنطقة دي أدى لقطع في السبلاي تشين ده، فأدى لارتباك وانهيار اقتصادي وكساد ومجاعات، حاجة كده على خفيف تفكرنا بالشح اللي حصل في الأسواق العالمية سواء للعربيات أو للإلكترونيكس أو حتى للقمح بعد كوفيد أو بعد غزو روسيا لأوكرانيا. فاكرين بقى سباق التسلح اللي أنا لسه قايله لكم عليه؟ سباق التسلح ده الراعي الرسمي بتاعه كان العربات التي تجرها الخيول، اللي هي أشبه ما تكون بالF-16 بتاعة العصر بتاعهم. العربات دي كل الحضارات القديمة في شرق المتوسط كانت عندها حاجة أشبه بسباق التسليح النووي، كلنا عندنا أسلحة نووية عشان ما نعرفش نستخدمها ضد بعض. ايه هي العربات التي تجرها الخيول اللي ما درسهاش في كتاب التاريخ زينا؟ يعني العربات التي تجرها الخيول دي في العادي كانت بتبقى عربة مصنوعة بشكل معين علشان تقدر تناور وتكر وتفر وتمشي وتجري في أرض المعركة، زائد 2 خيول. الخيول دي بتبقى من فصيلة معينة وبتبقى مدربة بشكل كبير، زائد 2 محاربين. محارب مهمته قيادة العربة وبيبقى مدرب برضو بشكل معين عشان يقدر يعمل ده، زائد محارب تاني ماسك سهام ورامي محترف يعني بيقدر برضو ان هو يسدد. فبسبب تكلفة العربات دي وتكلفة تدريب الخيول وتكلفة تدريب المحاربين كان بينزل معاها جيش جرار من المحاربين اللي هم تكلفتهم أرخص، الحقيقة أرخص حاجة روح الإنسان. كان مهمة المحاربين اللي على رجليهم دول الدفاع باستماتة عن العربة التي تجرها الخيول دي. بقول لكم F-16
الحقيقة إن شعوب البحر ما كانش عندهم أي حاجة من الحاجات دي. شعوب البحر كانوا بيعتمدوا بشكل أساسي على الحرب على رجليهم، كانوا بيستخدموا سهام ونصال والحرباءات اللي هي الحرباية بتاعة الطويلة دي علشان يضربوا ويسددوا. الحاجة الأساسية اللي كانوا بيعتمدوا عليها هي عنصر المباغتة والعشوائية، إن هم فجأة فجأة هجوم، فجأة الجزء اليمين من الجيش يهجم، فجأة الجزء الشمالي ينسحب. حركة مباغتة وعشوائية ده، والطريقة دي قدرت إن هي ويا للعجب تنتصر على جيوش دول عظيمة زي ما قلنا. حاجة كده تفكرنا بحوسة الجيوش النظامية في حروب العصابات وحروب الشوارع. وعشان كده بقول لكم الأكيد إن شعوب البحر ما كانوش متخيلين إن حملاتهم دي هتنتصر فعليا، خصوصا إنه أسباب هجرتهم نفسها هي أسباب نقدر كلنا نتعاطف معها ونتفهمها. الأسباب اللي دفعتهم للهجرة يعتقد إن ليها علاقة بجفاف شديد أصاب منطقة البحر المتوسط، بالذات شرق البحر المتوسط، وأدى لأنه مبقاش في قدرة على الزراعة والمجاعة، مع تغييرات مناخية حصلت في أوروبا أدت لحالة نزوح جماعي وهجرة يعتقد إنها تسببت في موجة الغزو دي. كمان في 50 سنة اللي سبقت غزو شعوب البحر كان في زلازل كتير في منطقة البحر المتوسط، في مدن كاملة انهارت في الفترة دي. زائد ده كان في حالة من القلاقل موجودة مثلا في اليونان القديمة وقتها، وفي أدلة أركيولوجية بتقول إن في مدن احترقت كاملة على دماغ الناس فيها، وكان فيها سهام ورماح على الأسوار موجودة لحد دلوقتي بسبب حالات الغزو والقلاقل اللي كانت موجودة. كل ده دفعهم للهجرة وأدى لضعف الحضارات اللي كانت موجودة بالفعل وانهيارها السريع والمباغت واللي ما كانش حد عامل له حساب أبدا. أنا عايزة أقول لكم إن حتى الحضارة المصرية اللي هي فعليا هزمت شعوب البحر زي ما قلنا ما تعافتش بعد كده أبدا. بعد حوالي قرن من نهاية غزوات شعوب البحر كانت نهاية الدولة الحديثة سنة 1077 قبل الميلاد. دخلت مصر وقتها عصر الاضمحلال الأخير، المصريين ما حكموش فيها البلد إلا فيما يندر، وحكمنا أغلب الوقت جيراننا، سواء جيراننا الأقرب الليبيين والنوبيين أو جيراننا الأبعد زي الفرس. وده استمر لحد ما دخل الإسكندر الأكبر مصر، ونقدر نقول إنه مصر ما حكمهاش مصريين بشكل فعلي وما كانوش مساهمين أو فاعلين في حكم مصر أبدا لحد قيام الدولة المصرية الحديثة. وأنا حاسة إنه الحلقة دي هتبقى يعني حلقة مبهجة جدا لإخواننا وأخواتنا الزينوفوبيك، كارهي الأجانب والمهاجرين واللاجئين وحرية التنقل، بس ده مش قصدي أبدا. 4. معانا في المركز الرابع 1816 وعام بدون صيف. في 1816 درجات الحرارة انخفضت حوالي درجتين أو 3، ورغم ان الرقم يبان بسيط ولكن انخفاض درجات الحرارة دي أدى لكارثة بيئية وإنسانية وحتى سياسية وتاريخية. هنتكلم قدام عن الأسباب اللي أدت لانخفاض درجات الحرارة، ولكن اللي عايزة أقوله إنه في السنة دي الصين وأوروبا كان فيها تلج في عز الصيف، ده معناه إنه المحاصيل طبعا باظت. في أيرلندا مثلا موسم البطاطس اتضرب، ده أدى لميني مجاعة بطاطس. مجاعة البطاطس الكبرى في أيرلندا كانت سنة 1845، وهي غيرت وجه أيرلندا للأبد، لأنها كمان غير حالات الموت الكتير لكن هي أدت لنزوح جماعي للأيرلنديين من أيرلندا لأمريكا الشمالية، وده غير تاريخ أيرلندا للأبد وغير تاريخ أمريكا للأبد. ولكن غير المجاعة اللي هي أصغر بسبب موسم البطاطس اللي اتضرب، حصل كمان هجمة للتايفويد، فنتج عن ده مئات الآلاف من القتلى. الصين على الناحية التانية موسم زراعة الرز فيها اتضرب لأنه كان فيه تلج في عز الصيف، وللأسف المزارعين في مقاطعة يونوان في الصين قرروا مع استحالة زراعة الرز هم هيزرعوا نبتة تانية أسهل في رعايتها. النبتة دي مع الأسف الشديد هي الخشخاش، والخشخاش للي ما يعرفوش هي النبتة اللي بيستخلص منها الأفيون. الأفيون ده نقدر نقول إنه هو قاهر الشعوب. في العصر الحالي الأفغان بيعانوا جدا من الموضوع ده. الصينيين أصبحوا مستعبدين للأفيون لأنهم مع زراعته بقوا مدمنين عليه، ومع إدمانه
ده أدى لثورات وقلاقل مات فيها مئات الآلاف من الصينيين. ده غير أنه الأفيون تسبب في حروب بين الصين وبريطانيا، في حرب الأفيون الأولى وحرب الأفيون الثانية وهكذا. وغير استعباد اللي الأفيون تسبب فيه للصينيين، الحقبة دي غيرت تاريخ المنطقة للأبد. لحد دلوقتي في مثلث اسمه المثلث الذهبي للهيروين موجود في جنوب شرق آسيا، ده غير الهلال الذهبي للأفيون للأسف الشديد. الهند بقى على الناحية التانية حصل فيها لخبطة، يعني مواسم الجفاف بقى بيحصل فيها فيضان، ومواسم الفيضان بقى بيحصل فيها جفاف. ده أدى طبعا للنتيجة المتوقعة انه الزراعة اتضربت، بقى فيه مجاعة والناس مش لاقية تاكل. لكن تزامن مع ده شيء كمان أبشع، الكوليرا طورت نفسها وتزاكت في غفلة من الجميع وبقت أشد فتكا، وبقى في استحالة لمناعة البشر إنها تقاوم الكوليرا. وقتها حصدت أعداد مهولة من البشر، على أقل التقديرات بيقال إنه في 2 مليون شخص ماتوا في هجمة الكوليرا دي بس. طيب أنا سويت لكم الدنيا تماما يعني. كان في حسنة واحدة الحقيقة حصلت في الفترة دي، هنسيبها شوية هنتكلم عنها في حلقة الهالوين، بس هي حاجة هتعجب محبي أدب الرعب يعني. الحقيقة دي كانت الحسنة الوحيدة للحقبة المظلمة دي. ولكن لعلكم بتتساءلوا ايه أصلا السبب اللي تسبب في انخفاض درجات الحرارة بالشكل المرعب ده؟ احنا متعودين على الجلوبال وورمينج، الاحتباس الحراري، ارتفاع درجات المناخ، لكن ساعتها بقى حصل ظاهرة تانية اللي هي جلوبال كولينج، انخفاض درجات الحرارة بشكل مفاجئ وسريع ومباغت. اللي حصل يا سادة انه سنة 1815 حصل واحد من أسوأ انفجارات البركان في التاريخ البشري. الانفجار ده كان في بركان تمبورا في جزيرة سمبووا في إندونيسيا الحالية. أتمنى أكون نطقت الأسامي صح علشان أخليكم تتخيلوا مدى حجم الانفجار الناتج عن البركان ده لما فار. يعني هقول لكم إنه انفجار البركان ده قوته كانت حوالي، قوة التفجير كانت حوالي 33 بليون طن من مادة TNT، بليون بالباء، في حين إنه أكبر انفجار نووي نعرفه في تاريخنا اللي هو تسار بومبا نتج عنه تفجير قوته حوالي 50 ميجا طن أو 50 مليون طن من مادة TNT. يعني نقدر نقول إنه انفجار بركان تمبورا كان حوالي 16 ضعف انفجار أكبر قنبلة نووية عرفناها في تاريخنا كبشر. لعلكم برضو بتتساءلوا إيه علاقة انفجار البركان بانخفاض درجات الحرارة؟ انفجار البركان ده أو الإرابشن بتاع البركان ده نتج عنه تصاعد كمية مهولة من السلفر أوكسايد، بيقدر إنه في حوالي 60 ميجا طن من السلفر تصاعد مع فورة البركان. تصاعد السلفر أوكسايد والرماد البركاني ده عكس أشعة الشمس، حجب أشعة الشمس، فده أدى لانخفاض درجات الحرارة بالشكل المرعب اللي حصل. الظاهرة دي اسمها volcanic winter، الشتاء البركاني، وهي من أبشع الظواهر اللي حصلت في تاريخنا. أعداد الضحايا اللي نتج عن البركان في المنطقة المحيطة يعني كان على الأقل 11,000 شخص في الأفترماث، فيما بعد في حوالي 80,000 شخص بس في المناطق المحيطة بالبركان ماتوا بسبب الجوع وبسبب الآثار البيئية المدمرة للبركان. 3. بعد 100 سنة من المأساة اللي حصلت سنة 1816 العالم كان على موعد مع مأساة جديدة أو مجموعة من المآسي. شرارة انطلاق المأساة دي كان من سراييفو في البوسنة، لما قرر قومي صربي بوسني إنه هو يقتل ولي عهد النمسا فرانس فرناند مع مراته اللي كانوا في سراييفو. فرانس فرناند ذو قبعة الغريبة الحقيقة كان شرارة انطلاق الحرب العالمية الأولى. وقتها الإمبراطورية النمساوية المجرية كانت بتحكم البلقان بعد يعني ضعف الرجل المريض اللي هي الإمبراطورية العثمانية. وعملية الاغتيال دي أدت لنشوب أزمة في يوليو. الأزمة دي على أثرها النمسا والمجر يعني أصدروا إنذار نهائي لصربيا. الحالة دي استقطبت جميع القوى الأوروبية المتشابكة والمتصارعة مع كل الإمبراطوريات الاستعمارية اللي في العالم، وهنا دقت طبول الحرب. ولأن المصائب لا تأتي فرادى، وزي ما شفنا في الكوارث اللي قبل كده، الحرب ما كانتش بس مجرد حرب مات فيها ناس، تزامن مع الحرب وجود أوبئة ووجود مجاعات.
بيقدر انه في الحرب نفسها، في الحرب العالمية الأولى، مات حوالي 16 مليون إنسان، ولكن وباء الإنفلونزا الأسبانية قتل حوالي 50 مليون إنسان، وفي تقديرات بتوصل انه ممكن يكون قتل 100 مليون إنسان. فبنتكلم انه في أقل التقديرات خمس سكان العالم ماتوا بسبب الوباء ده. انا كمان عايزه اشير انه الانفلونزا الاسبانيه ما بداتش من اسبانيا قطعا. اللي حصل انه ولان حياه الانسان هي الارخص، الامبراطوريات والممالك والدول المتناحره قرروا ان هم ما ينشروش اي حاجه عن المرض اللي بينهش ويقتل جنودهم، ده علشان الروح المعنويه يعني تفضل مرتفعه وفي العالي. اسبانيا وقتها كانت من الدول القليله المحايده، وبالتالي كانت بتنشر عن اخبار الوباء، فلزق الاسم فيهم. في هوجة المآسي اللي حصلت وقتها، غير انه مصر تعرضت يعني لنسب وفيات مرتفعة جدا بالإنفلونزا الأسبانية، وده هنشوفه في ريفيو الكتاب اللي هنعمله بعد كده، ولكن المصريين اتعرضوا لعملية خطف ممنهجة من قبل الاحتلال البريطاني اللي كان الآمر الناهي في مصر وقتها. الوثائق البريطانية بتقول إن في حوالي 530 ألف فلاح مصري كانوا منضمين لفيلق الفلاحين المصريين في الجيش البريطاني. رسميا الموضوع كان زي التجنيد الإجباري. في البداية الاحتلال البريطاني حاول إن هو يرغب الفلاحين المصريين بالانضمام لفيلق الفلاحين في الجيش البريطاني، لكن الحقيقة السياسة دي ما نجحتش قوي. فاللورد بلفور، أيوة بتاع وعد بلفور، قرر انه هو ينتهك سياسة تانية خالص، فهو امر الحكومة المصرية انها جيبولي فلاحين. جيبولي فلاحين دي ترجمت لإيه؟ ترجمت ان هما كانوا بيروحوا في المراكز وفي القرى يقبضوا على شباب الفلاحين ويربطوهم بالحبال ويرحلوهم قسرا وقهرا للجيش البريطاني. يرحلوهم فين؟ يرحلوهم لسينا في مصر، بس كمان فلسطين وسوريا ولبنان والعراق وتركيا واليونان وفرنسا وبلجيكا، علشان يعملوا أعمال يعني شاقة زي بناء السكك الحديد وزي تحميل وتفريغ السفن. الأعداد الرسمية البريطانية بتقول إن في حوالي 530 ألف فلاح مصري تم ترحيلهم علشان يشتغلوا صخرة في الفيلق المصري في الجيش البريطاني. تعداد مصر وقتها كان حوالي 12 مليون بس. اتقتل وفقا للتقديرات البريطانية حوالي 50 ألف فلاح مصري، يعني بنتكلم انه 10% من فلاحين مصر اتقتلوا وقتها بسبب غياب الفلاحين الشباب منهم تحديدا عن أراضيهم. حصل نقص في المحاصيل، وبالتالي ارتفع ثمن الأكل، وبالتالي حصلت مجاعات في مناطق كتير من مصر. والإنجليز الحقيقة كانوا بيعاملوا الفلاحين معاملة سيئة جدا، وكانوا بيضربوهم بالكرباج وبيهنوهم. ده أدى لغضب عارم على السلطة المصرية وقتها اللي هي كانت حليفة الإنجليز، وحصلت انتفاضات كتيرة سنة 1918، ودي تحولت بعد كده ثورة عارمة بقيادة سعد زغلول وسعد سعد يحيى سعد. بس الحقيقة إنه الثورة في الريف وفي الصعيد كانت أشد عنفا. ومعانا رقم 2 1943 والحرب العالمية الثانية. الحقيقة أنا مش ناوية أتكلم كتير عن الحرب العالمية التانية لأنه اوريدي في دوكيومنتريز كتير بالعربي وبالإنجليزي عن الموضوع، بس اللي أنا عايزة أشير ليه إن في حوالي 60 مليون إنسان فقدوا حياتهم في الحرب دي. ورغم إنه ما كانش فيه موجة أوبئة، لكن كان فيه أثر مزلزل للجرائم اللي حصلت وقت الحرب دي. يعني مثلا حصل الهولوكوست اللي استهدف بشكل كبير اليهود، لكن كمان استهدف مجموعات تانية كانوا موجودين في أوروبا زي الروما اللي بيسموهم كنوع من أنواع الاستهزاء جيبسي، اللي احنا في العالم العربي ممكن بنسميهم غجر. المجموعة دي برضو تعرضت لإبادة من ضمن الهولوكوست. ده غير الأشخاص الملونين، يعني إذا أنت عندك شوية ميلانين وكنت موجود في أوروبا وقتها، فكنت الحقيقة تكون مهدد بأن يتم قتلك بناء على لونك. ده غير أصحاب الإعاقات اللي كانت ألمانيا النازية عندها سياسة ممنهجة لقتلهم والتخلص منهم، لأنهم بيعيقوا الشعب الألماني في رحلة تصاعده الكوني نحو الكمال. أضف إلى ذلك أنه كان في سياسة ممنهجة لقتل المثليين برضو، لأنه الحقيقة اللي بيقتل السمر واليهود والروما بيقتل المثليين برضو كمان. وبالإضافة لده كان في سلسلة من الاختبارات البشعة اللي كانت بتجرى على التوائم، وفي جدل لحد دلوقتي في المجتمعات العلمية حول أخلاقية أصلا استخدام
نتائج التجارب سواء اللي عملها الألمان أو اليابانيين اللي اتعملت قسرا، يعني من غير ما الضحايا يكون ليهم أي رأي أو أي قدرة على الاعتراض. بس المآسي ما كانتش بس في أوروبا، الحقيقة المآسي كمان كانت في آسيا. اليابان اللي اجتاحت آسيا كلها ارتكبت سلسلة من الجرائم الوحشية. يعني الصين مثلا اتعرضت للاحتلال، ونتج عن الاحتلال ده سياسة تجويع، وفي ملايين من الصينيين فقدوا حياتهم. الهند اللي كانت وقتها خاضعة للاحتلال البريطاني مات فيها ملايين من الأشخاص برضو بسبب المجاعة، لأن الأولوية دايما كانت لتصدير الأكل لصالح البريطانيين المشاركين في الحرب. مدن زي مانيلا في الفلبين وفي أواخر الحرب اتدمر 80% منها بسبب القصف ده، طبعا غير قنبلة بتاعت هيروشيما وناجازاكي اللي اترموا على اليابان، وملايين البشر اللي اتشردوا. أغلب الضحايا كانوا من الاتحاد السوفيتي، بس كمان الحلفاء عموما مات ليهم ناس كتير. اللي عايزة أقوله كمان قبل ما أخلص موضوع الحرب العالمية التانية ده، إنه اليابان ما كانتش أنمي خالص وقت الحرب. اليابان كان عندها سياسة ممنهجة تقوم على اغتصاب النساء الكوريات في الوقت اللي كوريا كانت بتخضع فيه للاحتلال الياباني. والجدل لازال قائم، لأنه في كوريا الحقيقة بيسموه الاحتلال الياباني، الحكم الياباني القسري لكوريا، لكن في المناهج اليابانية وحتى اللحظة بيتسمى فترة الحكم الياباني لكوريا. 1. رقم 1 في السنوات الأسوأ في تاريخ وجودنا الإنساني تذهب إلى سنة 536. والحقيقة إن أنا مش صاحبة الاختراع ده. في كتير من المؤرخين بيقدروا إن سنة 536 هي السنة الأسوأ في تاريخ وجودنا، منهم المؤرخ مايكل ماكورميك المتخصص في تاريخ العصور الوسطى، لأنه في 536 في أوروبا، الشرق الأوسط، شمال أفريقيا، أجزاء من آسيا، العالم قعد في حالة ظلام تامة لمدة 18 شهر، بمعنى إنه مفيش شمس بتظهر في 24 ساعة في اليوم لمدة 18 شهر. السبب كما يمكن أن تتوقعوا في سياق الحلقة دي، الانفجارات البركانية. يبدو أنه حصل انفجار بركاني هائل في أيسلندا، وبسبب الحمم البركانية والرماد البركاني انتشر في القسم الشمالي من الكرة الأرضية، وأدى للظاهرة اللي احنا شرحناها اللي هي الفولكانيك وينتر، الشتاء البركاني. درجات الحرارة وقتها انخفضت بشكل ملحوظ، ولكن المصائب لم تأتي فرادى. عقب الانفجار البركاني اللي في أيسلندا ده انفجارين بركانيين هائلين على الأرجح، منهم واحد حصل في السلفادور. الأمريكتين زي ما احنا عارفين كانوا منفصلين تماما عن العالم القديم، بس في دلائل انه حصلت فيضانات هائلة فيما بعد في بلد زي بيرو، نتج عنها ان في حضارات انهارت وفي مدن كاملة هجرها سكانها مرجعوش لها تاني ابدا. في الجزء بتاعنا من العالم طبعا حالة الظلام المتصلة ل 18 شهر دي ادت لفساد المحاصيل باظت، وفساد المحاصيل ادى لمجاعات. في ادلة لوجود مجاعات في ايرلندا وفي الصين. في ايرلندا في جامعة بلفاست عاملين دراسة بيجمعوا فيها عينات من الاشجار في الغابات، والدلائل العلمية بتقول انه الرينجز اللي موجودة في الاشجار دي بتضيق لما بيبقى الظروف البيئية والمناخية قاسية، وبتتسع لما الظروف المناخية والبيئية بتكون افضل. هم لقوا انه 536 في التاريخ ده كانت أضيق حلقات موجودة في الأشجار، وده دليل إنه الأشجار ما كانش بيجيلها المصادر اللي هي محتاجاها، يعني زي الشمس وزي المية. فسلسلة التفجيرات البركانية دي أدت لأسوأ طقس حصل، جلوبال كولينج، برودة كونية، برودة عالمية في خلال آخر 2300 سنة. بس زي ما قلنا المصائب لا تأتي فرادى أبدا. في امبراطور البيزنطي وقتها جوستنيان حس انه الله دي فترة مناسبة جدا لتوحيد القسم الشرقي والقسم الغربي من الامبراطورية الرومانية، فهو قرر انه هو يعمل حملات وحروب في منطقة البحر المتوسط. ده ادى لمصيبة 10 اللي هي الطاعون، طاعون جوستنيان، اللي ادى لوفاة من 25 ل 50 مليون انسان، يعني قرب نص عدد السكان في وقتها، وده ادى لانهيار تام للإمبراطورية الرومانية الشرقية. الكتاب اللي هنتكلم عنه النهاردة هو كتاب دكتور محمد أبو الغار،
الوباء الذي قتل 180 ألف مصري، وده في إشارة لوباء الإنفلونزا الأسبانية. دكتور محمد أبو الغار اعتمد في بحثه على أرشيف جريدتي المقطم والأهرام اللي حصل عليهم بأعجوبة، بالإضافة وبشكل أساسي لوثائق من جامعة تكساس حصل عليها من خلال الباحث الأمريكي كريستوفر روز. الوثائق دي بترصد كل شيء ليه علاقة بالنظام الصحي المصري وقتها، طريقة تعامله مع الأوبئة، الكارانتينا اللي هي جاية من كوارنتين يعني الحجر الصحي. الملفت لقى للنظر انه ما فيش كلام مكتوب ومدون من قبل المؤرخين المصريين المهمين في الفترة دي اللي هي بين 1915 و 1918 عن مأساة الإنفلونزا الأسبانية، واللي كان بينشر في الصحافة المصرية وقتها كان يعني نقلا عن صحافة أجنبية، آراء شخصية غريبة عجيبة، آراء طبية أغرب وأعجب. يعني في حاجات كده فكرتني والله بتروما بتاعت كوفيد، زي مثلا نصائح الغرغرة بالكحول. ترامب مثلا وقت الكوفيد اقترح على الناس ان هم يشربوا الكحول الطبي كإجراء وقائي من الكورونا، وللأسف في ناس في إيران شربوا كحول وده تسبب ليهم يعني ايه في حالة عمى لأنه تسمموا باختصار. يعني كان في بقى نصائح زي شرب الويسكي كإجراء وقائي أو حتى تعاطي التبغ كإجراء وقائي. ومن بداية دخول الإنفلونزا الأسبانية في مصر بين مايو يونيو 1918 السلطة الحقيقة في البداية ما اتخذتش أي قرارات، يعني لحد 6 شهور بعد دخول الوباء لمصر ما كانش في أي إجراءات. بعد 6 شهور الحمد لله وأخيرا قرروا اتخاذ بعض الإجراءات عشوائية بقى وهوجائية بس. يعني مثلا هم قرروا يقفلوا البارز بس سابوا القهاوي مفتوحة، لغوا الاحتفالات بالمولد النبوي، قفلوا الجامعات بس سابوا المدارس، قفلوا دور السينما ولكن سابوا المسارح في القاهرة، وهكذا. وفي الفترة دي ولأول مرة في خلال 75 سنة في مصر نسبة الوفيات تخطت نسبة المواليد، لأنه برضو الفترة دي تزامنت مع اللي احنا اتكلمنا عنه في سياق الحلقة، وهو مأساة تجنيد المصريين سخرة في الجيش البريطاني للعمل في الفيلق المصري في الجيش الإنجليزي. فنقدر نقول انه مصر في الفترة دي بسبب الوباء فقدت حوالي 1% من سكانها. يعني بمقاييس العصر بتاعنا زي مثلا لو صحينا الصبح لقينا 1,000,000 مصري ماتوا، رقم مرعب. كل العوامل دي خلت المصريين على شعرة عشان ينفجروا، وده حصل فعلا في ثورة 19. الكتاب نفسه ممتع بالنسبة لي، أنا معرفش كتير عن الأنظمة الصحية، معرفش كتير عن طبعا التعامل مع الأوبئة. الكتاب بيتكلم عن بداية وجود الكارانتينا أو الحجر الصحي في مصر، إن ده ظهر من أيام محمد علي، لأن محمد علي لما كان عايز يبني دولته اكتشف انه محتاج جيش، والجيش هيبقى قوامه من المصريين، فلو هو عايز يكون عنده جيش قوي محتاج يهتم بصحة جنوده، ولو هيهتم بصحة جنوده فمحتاج يهتم بصحة شعبه في العموم. فدي كانت بداية إجراءات الطب الوقائي في مصر لو ممكن نقول. كتاب بديله 10/10، يعني أنا أعجبت بيه جدا، ويمكن فهمه بسهولة لغير المتخصصين. أنا ما بفهمش حاجة في الطب الصراحة. الفيلم اللي هنعمله ريفيو النهاردة هو فيلم فوي فوي فوي. الفيلم بيتعرض حاليا في السينمات في مصر، وهو مستوحى من قصة حقيقية لما في بعض الشباب الأصحاء اللي بيشوفوا يعني قرروا ان هم يخشوا فريق لكرة القدم للمكفوفين. دي كانت معلومة جديدة بالنسبة لي أصلا انه في فريق كرة قدم للمكفوفين. يعني هما دخلوا الفريق ده بهدف الهروب من مصر في خلال أحد المباريات يعني اللي هما كانوا بيلعبوها. أولا كلمة فوي 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 اللي موجودة كعنوان للفيلم هي إشارة لكلمة لازم يرددها اللاعبين المكفوفين في أثناء اللعب علشان خاطر يقدروا يحسوا بالمسافة اللي بين اللعيبة وبعضهم، يعني كطريقة لتجنب حدوث الإصابات. الفيلم صراحة دخلني كده في عالم أنا معرفش عنه حاجة خالص، زي ما قلت لكم أنا ما بعرفش كتير عن الكورة، فضلا بقى أني أعرف عن كرة القدم للمكفوفين. منها مثلا أنه مش كل اللاعبين المكفوفين هم مكفوفين بنفس الدرجة، يعني في درجات متفاوتة. عشان كده من شروط لعب كرة القدم للمكفوفين أن اللاعب الكفيف يحط
عارفين زي الحاجة اللي بتتحط على العين كده عشان لما الشخص ينام بيكون لونها اسود قاتم، علشان في بعض المكفوفين وده حقيقي بيشوفوا خيالات. يعني هم مش مكفوفين بشكل تام، مش 100%، بيشوفوا خيالات او بيشوفوا حتى نور. فعلشان يخلوا المنافسة شريفة بيشترطوا عليهم ده. ولكن برضو اللي اكتشفته في الفيلم انه حراس المرمى ممكن يكونوا من غير المكفوفين عادي جدا، وانه الكورة بيكون فيها جرس، فترديد كلمة فوي 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 مع وجود الجرس في الكورة بيساعد اللعيبة المكفوفين ان هم يقدروا يحسوا بالكورة ويقدروا يرموها. ده غير انه لما مثلا بيتحسب بانلتي للعيبة، في حد من الحكام بيقعد يخبط على العارضة بتاعة المرمى علشان اللاعب برضو يستشعر حجم ومساحة مكان وجود المرمى. الفيلم دخلني في حالة لطيفة جدا، انا ضحكت فيه كتير وعرفت حاجات يعني ما كنتش اعرفها ابدا. وفي الجميلة حنان يوسف اللي اتكلمت عنها في الحلقة اللي فاتت، انا معجبة جدا بحنان يوسف واتبسط قوي اني اشوفها في اي فيلم الصراحة. تعليقي الوحيد على الفيلم اني اعتقد انه الابطال فيه باستثناء حنان يوسف يعني كان من المفترض ان هم يكونوا شباب اصغر في السن. انا معجبة طبعا بتمثيلهم يعني سواء محمد فراج او نيلي كريم، بس انا شايفة انه كان من الافضل لو كانت البطولة دي لشباب اصغر في السن، على اعتبار ان الرياضيين عادة بيكونوا اصغر في السن. لكن فيما عدا ذلك انا اعجبت جدا بالفيلم، اديله 8/10 او كمان ممكن 9/10 والله. وبس دي كانت حلقة النهاردة. أتمنى أكون نجحت في نشر العبرة والعظة، وأنكم تحمدوا ربنا يعني على ما ابتلاكم بيه من مصائب. كفاية يعني أننا نشوف العالم القديم وحتى العالم الحديث والله حصل فيه إيه. فأعتقد أنه إيه، الحمد لله قدر ولطف. لو اقتنعتوا أنه الحمد لله قدر ولطف وعجبكم البودكاست، ياريت تسيبوا تعليق على البودكاست في البلاتفورمز المختلفة، وتعملوا شير للحلقة مع أصحابكم والناس اللي تعرفوهم عشان البودكاست ينتشر أكتر. بودكاست سمك لبن تمر هندي موجود على البلاتفورمز المختلفة، أبل بودكاست، جوجل بودكاست، أنغامي. كمان في نسخة ويب منه على سبوتيفاي فور بودكاسترز. لو عايزين تسمعوا البودكاست كأوديو بس، البودكاست موجود كمان على يوتيوب. وأشوفكم الحلقة الجاية كمان أسبوعين وشوية كده. باي باي.